السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم قناة شهد الكلام. رجاء التكرم بالاشتراك في القناة وعمل لايك وتشجيعنا على إن احنا نستمر، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شوف يا صاحبي، أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. ما تحاولش ترضي الناس على حساب نفسك طالما أنت شايف نفسك صح، لأن بكل بساطة أنت مش هتعجب كل الناس، لا يمكن هتعجب كل الناس. انت اللي بيحبك هيحبك زي ما انت كده، واللي مش بيحبك مهما عملت مش هي مش هيغفر لك اي غلطة، ولا اصلا هيقبل منك حتى حاجاتك الحلوة تبقى في نظره مش كويسة. ازاي بقى؟ بدليل ايه؟ بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى الناس اختلفوا عليه. الناس اختلفوا على ربنا، منهم من آمن ومنهم من كفر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم برضو الناس اختلفوا عليه. أقرب الأقربين ليه كان بيأذيه، أقرب الأقربين له كان بيأذيه، وهو أبو لهب. أبو لهب ومراته، لدرجة إن هم آذوه حتى في بناته، يعني خلوا أولادهم يطلقوا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا يعني كرمه من 7 سماوات وأسرى به في الإسراء والمعراج، وأعرج به إلى السماء السابعة، ووقف أمام الله تبارك وتعالى، ما كانش فيه بينه وبينه حجاب. الناس اختلفوا عليه، اختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فانت هتكون مين انت يعني عشان خاطر الناس كلها تحبك يعني؟ انت ما تجيش على نفسك عشان حد، ما تجيش على نفسك قوي ولا تظلم نفسك، واعمل كل الصح من وجهة نظرك. اعمل الصح من وجهة نظرك، وسيب اللي يحب يحب واللي يكره يكره، واجرك على الله بس. دي نصيحة تعمل بيها عشان ما تلومش نفسك، ما تلومش نفسك اكتر من كده، وتعيش متعذب وسط ناس اصلا ما بيقدروش حاجات دي. اللي يحب يحب واللي يكره يكره، وربنا سبحانه وتعالى بيتقبل من الطيبين. مفيش اكتر من كده حاجه. فاختلاف الناس رحمه، اختلفوا في ابيض وفي اسود، في قلوب بيضة وقلوب سوداء. ربنا يجعلنا